السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بتصور شقة يا جماعة، 120 متر. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. معمول فيها طوب فرعوني وديكور في الحوائط كلها، يعني كل الحيطة متجلدة بالطوب الفرعوني والطوب اللي هو بيتعمل بيه الديكورات في الحوائط. من البلكونة احنا هنا العيون الاسكندرية العجمي الهانوفيل. احنا هنا متفرعين من شارع شركة كهرباء اللي هو في اخر شارع الجمعية. دي الغرفة الأولى، الشباك على الشارع، غرفة واسعة. بس كمان هنا السقوفات تقريبا كان حد بيشطب شقة فوق، عاوز فيها شوية قشر، عاوز يصنفر ودي ياخد سكينة معجون، ياخد بلاستيك تاني. ده المطبخ. وتلاس 5 شعلة جوه، في شباكين اهوت، في مكان شفاط. هنا يعني الريسبشن مقسوم 2، الجزء ده كده اللي احنا شفنا، والجزء التاني برضه واخد قطعتين اهوت، او قطعة كبيرة ومع سفرة صغيرة. الشباك ده على المنور. حمام كبير، مساحة يعني أوضة صغيرة. السقف معمول سيراميك بانيو. دي أوضة النوم الأساسية الكبيرة ما شاء الله. أوضة طويلة، طولها حوالي تقريبا 6 متر أو 7 متر، في عرض حوالي 3. في حمام تاني دي خاص. هنا في بلكونة تانية على الشارع، يعني في 2 بلكونة. الشقة 120 متر، 2 غرفة، 2 ريسبشن، 2 حمام، مطبخ، تشطيب كويس. طبعا شفنا الديكورات اللي موجودة في الريسبشن هنا، كله بالطوب الحراري، الطوب الفرعوني. بس يا جماعة لسه العدادات لسه ما دخلتش العمارة. العدادات راكبة في المحلات تحت، لسه المحلات العدادات لسه ما دخلتش. يعني طبعا يبقى التعاون التعاون مع السكان، والكهرباء بتخش فرد دلوقتي ان شاء الله.